النهارده هاكلمك عن أحدث هواتف أوبو اللي نزلت الفترة اللي فاتت واللي عملت ضجة كبيرة، لأن في بعض الناس مش عاجبها التليفون، وفي بعض الناس بتقول لك إن التليفون ده يعتبر أفضل قيمة مقابل سعر. هو أوبو A5 نسخة ال4G. فهل هو التليفون ده فعلا فيه عيوب كتير وما يستاهلش إنك تفكر فيه؟ طب فيه مميزات ولكن عيوبه أكتر؟ ده اللي هتعرفه النهارده معايا في الفيديو. التليفون ده فيه بعض المميزات زي إن هو جاي مقاوم للصدمات، وكمان جاي ببطارية عملاقة 6000 ملي أمبير. أنا النهارده جاي أقيم لك كل حاجة، الأداء والشاشة والمعالج، وأديهم درجة، وفي الآخر نشوف درجة التليفون النهائية هل فعلا يستحق الشراء ولا ما يستحقش. هتابع معايا شرح للآخر ولايك واشترك في القناة، ويلا بينا على طول نبدأ في الفيديو. بقى نتكلم على اول حاجه قالك بتيجي عليها، وهي التصميم هنا جاي كله من البلاستيك، حتى كمان الحواف جايه كلها من البلاستيك. والتليفون يعتبر وزنه مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. التليفون هنا جاي بوزن 193 جرام مع دخانه 8 مللي، ويعتبر التليفون هنا زي ما قلت لك مش خفيف ولا تقيل، ومسكته مريحه جدا في الايد. كمان جاي في ظهر الموبايل الثلاث كاميرات او الكاميرتين، وتحت منهم الفلاش. وكمان التليفون زي ما قلت لك هنا جاي كله من البلاستيك، فملمسه مش هيبقى افخم حاجه بالنسبه لك، ولكن برضه الخامات مش رديئه. وبرضه ما تنساش ان الدفع اقتصاديه، فالخامات هنا دايما متعارف عليها هتكون من البلاستيك. التليفون جاي معاه شهاده IP65 مقاومه للميه، وكمان معاه شهاده مقاومه للصدمات. يعني شركه اوبو بتقول لك انت ممكن توقع التليفون عادي والتليفون يستحمل معاك. بس طبعا زي ما قلت لك وزي ما بنبه عليك في كل فيديو، ما انصحكش ان انت تجرب الموضوع ده، ولكن لو لا قدر الله وقع منك التليفون ده هيستحمل. بشكل عام التصميم مفيش حاجات كتير نتكلم عليها، ولكن زي ما قلت لك هو فيها اقتصاديه، فالتصميم يعتبر مقبول الى حد كبير، لان كمان برضو الظهر هنا جاي مصنفر، فمش هيلم معاك البصمات ولا هيتوسخ منك بسرعه. انا صراحه هدي التصميم عشان خاطر خامات بلاستيك وعشان خاطر برضو مش احسن حاجه، هدي هنا التصميم 6 من 10. بالنسبة للشاشة، فالشاشة هنا جايب حجم 6.67 إنش من نوع IPS بدقة HD بلس، بتردد بيوصل لحد 90 هرتز. كنت أتمنى طبعا إن الشاشة هنا توصل أو دقتها تيجي أحسن من كده فول اتش دي بلس زي المنافسين، زي مثلا سامسونج في الاي 16 او شاومي في ريدمي 14، ولكن للاسف موب هنا فضلت ان هي تضحي بدقه الشاشه في مقابل بقيه المميزات اللي هقولك عليها بكده، او بقيه نقاط القوه الموجوده في التليفون. السطوع هنا بيوصل لحد 1000 نيتس، والشاشه هنا عليها طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس 7 اي. الشاشه هنا طبعا من اوبو، طبعا شاشات اوبو احنا عارفين ان هي كويسه جدا، فهي بتقدم لك اداء ممتاز. ولو انت يعني مش هتدقق قوي في موضوع الشاشه، بالنسبه لك الموضوع مش هيبقى مزعج، وهتعرف تتفرج على المحتوى بشكل سلس جدا ومش هتواجه معاه اي مشكله. ولكن زي ما قلت لك انا كنت اتمنى ان هو تيجي بدقه افضل من كده زي بقيه المنافسين، ولكن بشكل عام دي اللي اختارته اوبو في النهايه. فالصراحه عشان خاطر دقه الشاشه، فانا هدي الشاشه هنا برضه 6 من 10. تعال بقى اكلمك على حته الاداء والمعالج. المعالج هنا جاي من نوع سناب دراجون 6 اس جين 1 بتكنولوجيا 11 نانو، مع ذاكره تخزين مش اسرع حاجه من نوع يو اف اس 2.1. للأسف الموبايل هنا مش موجه خالص للألعاب ولا للجيمنج، ولكن في الأداء اليومي والتنقل بين التطبيقات ومشاهدة المحتوى تبقى مستمتع، والأداء معاك هيبقى سلس. طبعا احنا شفنا المعالج ده قبل كده في تليفونات كتير، ولكن زي ما قلت لك للاسف هو مش موجه للالعاب. يعني مثلا لعبه زي بابجي هتقدر تلعبها على 30 فريم، ودي حاجه بالنسبه لك مش تبقى مرضيه خالص. فلو انت عامل حسابك ان انت تجيب الاوبو اي 5 الجديد عشان تقدر تلعب عليه، فانا بقول لك للاسف النقطه دي مش تبقى موجوده هنا في الموبايل. ولكن التليفون مش بيهنج ومش بيحصل فيه اي ظروف الفريمات ولا ايا كان، لو انت مثلا بتستخدم التطبيقات العاديه بتاعت السوشيال ميديا والتصفح والكلام ده كله، التليفون هيبقى معاك شكله او اداؤه هيبقى كويس جدا. فانا هنا عشان خاطر نقطه الالعاب هدي المعالج 5 من 10. كنت اتمنى ان ينزل معالج افضل من كده، خصوصا ان التليفون برضه يعني وسط المنافسين. كنت معتقد ان على الاقل حتى يجيب مثلا معالج يشغل لك لعبه زي بابجي على مثلا 60 فريم او 40 فريم زي باقي المنافسين. ولكن للاسف وهنا برضه اختارت ان هي تضحي بنقطة الأداء في الألعاب والكلام ده كله. بس تعالى بقى للنقطة الإيجابية اللي موجودة هنا في الموبايل، وهي البطارية. لأن هنا البطارية جاية بحجم 6000 ملي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 45 واط، وموجود في علبة الموبايل. صراحة البطارية هنا كويسة جدا وحجمها كبير، 6000 ملي أمبير، يعني تقعد معاك يوم مستريح جدا لو أنت شخص أداءك متوسط. وخصوصا برضه زي ما قلت لك المعالج هنا مش أقوى حاجة، يعني أنت مش هتقدر تستخدمه في الألعاب أو تستخدمه في الحاجات التقيلة، فالبطارية هنا هتكمل معاك مستريح يومين وأكتر كمان. وكمان الشاحن السريع ال 45 واط هيقدر يشحنك البطارية في ظرف 87 دقيقة بالظبط. البطارية بحجم 6000 ملي أمبير. وكمان زي ما قلت لك في حتة التصميم، البطارية هنا مش مؤثرة على الوزن خالص، بالعكس أوبو عاملة تناسق كده بين البطارية أو حجم البطارية وبين وزن الموبايل. تعالى بقى برضه نتكلم على أو نقيم البطارية هنا هديها 9.5 من 10 عشان حجمها كبير وكمان دعمها للشاحن السريع. تعالى بقى نتكلم برضه على واحدة من أهم الحاجات الموجودة هنا في التليفون، وهي الكاميرات. الكاميرا الأساسية جاية بحجم 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8، ومعاها كاميرا مساعدة جاية بحجم 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. الصور هنا طالعة صور ممتازة جدا، فيها كمية تفاصيل مش بطالة في لو أنت في ظروف إضاءة كويسة. وكمان هنا برضه فيها الألوان، معالجة الألوان هتبقى كويسة جدا بالنسبة لك ومرضية، هيحتاج بس شوية إيديت بسيط.
بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي جاية بحجم 8 ميجا بكسل، وللأسف الكاميرا الأمامية هنا مش عاجباني خالص، ويعتبر ما جاتش في التليفون، لأن حجم البكسلات قليل جدًا، ومش عارف ليه السيلفي هنا وحشة جدًا في الأوبو A5 الجديد. فالصراحة لو أنت جايب تليفون وبتحب إن أنت تتصور بقى بالكاميرا الأمامية وفيديوهات والكلام ده كله، الكاميرا الأمامية مش هتبقى أحسن حاجة. التليفون بيصور فيديوهات لحد 1080 بالكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية لحد 60 فريم، فالكاميرات هنا بشكل عام يعني مش أقوى حاجة برضه إن إحنا بنتكلم فيها الاقتصادية، ولكن لو أنت بتحب أو أنت عايز تليفون يبقى أداؤه مرضي في بعض الصور وفي بعض الظروف في الصور والكلام ده كله، وأداؤه يعني في الخفيف منه زي ما بيقولوا، فالأوبو A5 هيبقى بالنسبة لك كويس جدًا لو أنت شخص مش بتحب التصوير أوي ومش هيهمك نقطة التصوير. فأنا هادّي التقييم النهائي للكاميرا الخلفية هادّيها 8/10، والكاميرا الأمامية للأسف هادّيها 4/10 لإن أداءها كارثي الصراحة بالنسبة لي في الموبايل هنا. تعالَ بقى أقول لك على العيوب ومميزات التليفون. تعالَ نتكلم الأول على المميزات. زي ما قُلت لك التصميم هنا تصميم شيك ومقاوم للكسر، ودي تعتبر ميزة قوية موجودة هنا في التليفون. وكمان البطارية هنا جاية بحجم 6000 ملي أمبير زي ما قُلت لك، مع دعمها كمان للشحن السريع واللي موجود في علبة الموبايل. وكمان الشاشة هنا تقدم سطوع كويس جدًا تحت الشمس، مش هتواجه معايا مشكلة. برضه دقتها للأسف HD، ولكن برضه جاية ب93 هرتز، فدي تعتبر حاجة كويسة موجودة هنا في التليفون. أما بقى بالنسبة للعيوب، فالتليفون للأسف زي ما قُلت لك في جزئية الكاميرات، الكاميرا هنا الأمامية جاية ضعيفة جدًا، وللأسف كمان الصوت هنا جاي مونو مش ستيريو. وزي ما قُلت لك كنت أتمنى في دقة الشاشة تيجي أعلى من كده اللي هي Full HD مش HD. وبرضه التليفون هنا ما فيهوش مايك عزل للدوشة. وأخيرًا طبعًا المعالج مش بيقدم أداء قوي في الألعاب، و لو أنت يعني شخص بتحب الألعاب المعالج ده مش هيسعفك نهائيًا. وبس كده، دي بالنسبة للعيوب والمميزات الموجودة هنا في التليفون. برضه عشان خاطر أبقى اديت التليفون حقه، وعشان خاطر برضه ما تتقفلش مني، التليفون ده موجه لفئة معينة، وهي لو انت مثلا عايز تجيب هدية لبنتك او لابنك وتليفون يستحمل الوقعات والصدمات والكلام ده كله، فهيبقى بالنسبة لك الاوبو A5 ال4G اختيار مناسب جدا بالنسبة لك. او لو انت عايز مثلا تجيب تليفون لوالدك او والدتك، يبقى اختيار برضه ممتاز بالنسبة لك. ولكن التليفون ده مش موجه للشباب او موجه للناس اللي بتحب اللعب بقى وبتحب الشاشة وبتحب الامكانيات وبتحب التصوير. التليفون ده زي ما قلت لك موجه لفئة معينة، وخصوصا ان هو نازل في الفئة الاقتصادية. ولكن يعتبر التليفون مش كارثي، بالعكس التليفون يعتبر برضه فيه نقاط كويسة كتير زي ما قُلت لك، زي البطارية وزي برضه سرعة الشاشة وزي التصميم والكلام ده كله. برضه شركة أوبو شركة معروفة وليها اسمها في السوق، فدي نقطة برضه حبيت أقولها لك، لأن التليفون يعتبر برضه مش كارثي عشان خاطر ما تتقفلش مني وتتقفل من الفيديو خالص. أخيرًا بقى سعر الأوبو A5 ال4G في مصر، النسخة ال122 جيجا مع 6 جيجا رام فجاية بسعر 8400 جنيه مصري، والنسخة ال256 جيجا مع 8 جيجا رام فجاية بسعر 9900 جنيه مصري. طبعًا السعر هنا يعتبر مبالغ فيه شوية، ولكن طبعًا الأسعار دي هتنزل، بس السعر كده لأن التليفون يعتبر جديد. وأخيرًا زي ما قُلت لك تقييمي النهائي للموبايل يعني يعتبر التليفون نجح في بعض الأشياء، فأنا صراحة هادّي له ختم إن هو عدّى من الاختبار، فيعتبر برضه زي ما قُلت لك تليفون ممكن تبُص له لو أنت ليك احتياج معين زي ما وضّحت لك في الفيديو. وبس كده، ده كان كل حاجة تخُص الأوبو A5 الجديد. أتمنى يكون الفيديو عجبك، وأتمنى ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناة، وتكتب لي أي كومنت لو أنت حابب تسمع مقارنات جاية لتليفونات معانا، اكتب لي تحت في الكومنتات، أنا بارُد على كل الكومنتات. وبس كده، أشوفك إن شاء الله الفيديو الجاي، وسلام.